عشان اضرب فيه كريم شانتيه وكانتالوب او الكيوي، حاجة تبقى كده تكسر اللون الاحمر. وطبعا فراولة مكعبات ده للتزيين، ومعانا برضو للتزيين شوكولاتة ملونة صغننة. طبعا هنبتدي كده، طبعا معانا الخلاط، هنجيب الخلاط بتاعنا اهو. نحط الاول الفراولة بتاعتنا اهو، ونحط شوية مية، منكترش. وطبعا معانا السكر بتاعنا، معلقتين سكر. نشغل الخلاط بتاعنا. طبعا انا وقفت الخلاط طبعا عشان صوته اهو. دلوقتي معانا كده خلاص العصير جاهز، نحطه على جنب. نبتدي بقى نحضر البشاميل بتاع نحضر دلوقتي الكريم شانتيه بتاعنا. نجيب بولة، طبعا هننزل الكريم شانتيه بتاعنا، اللبن، طبعا كوبايتين كوباية الكريم شانتيه عليها كوباية لبن. طبعا اللبن يكون ساقع جدا اهو، لغاية طبعا ما يتماسك معانا. بعد ما ضربت الكريم شانتيه وبقى كده متماسك اهو، انا ما عملتش اي حاجة، انا ضربته لغاية ما يبقى متماسك. نبتدي بقى نحطه في الكيس بتاعنا، الكيس الحلواني. ننزل كده عشان نزين بيها. كفايه دول قوي. نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا اهو بالشكل ده. جهزنا الكيس الحلواني بتاعنا. نصب بقى العصير اهو. نبتدي بقى نزين الكوبايه بتاعتنا زي ما احنا حابين. بالشكل ده. معانا طبعا قطع الفراولة، نحط حواليها كده زي ما انتوا حابين بقى، ده ايه حسب الرغبة بتاعتكم. كيوي برضو، هنا الشوكولاتة نرش كده شوية اهو بالشكل ده. وطبعا بالهنا والشفا بقى جاهز معانا العصير كده. وبالهنا والشفا طبعا. المطبخ المنور، يا رب تدعموني. مستنيه لايكاتكم واشتراككم معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.